السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل مرايه الترندي، مرايه طالعه ترندي جدا وحلوه بصراحه قوي وشيك، واحنا هنعملها باسهل الطرق. هنستخدم فيها المرايه دي، والمرايه دي موجوده في اماكن كتيره جدا وسعرها رخيص. هخرج كده المرايه وهي بتتفتح بكل سهوله وتخرج المرايه. هسيب المرايه دلوقتي خالص على جنب، وهجيب انا بقى الاطار ده. انا الاطار ده هشيل الزوايد اللي جوه دي، هي الزوايد دي هي اللي بتكون شايله المرايه اللي كانت جوه دي، وهي بتكون بلاستيك خفيف قوي. فانا هبدا اشيله كده باي حاجه، بقطر او اي سكينه. وهشيل كمان الجزء اللي هو بتاع الستاند او التعليقه دي، هشيلها انا مش محتاجه لها. وهشيل طبعا كل حاجه جوه الاطار. هنا بعد الاطار ما شلت كل حاجه فيه وبقى عندي بالشكل ده، هجيب بقى انا خيط المكرميه ده. وخيط المكرميه ده بصراحه لونه عجبني لانه اقرب للخوص شويه او للخيش. واحنا طبعا ممكن نستخدم خيش او خوص، او ممكن الخيط القطن ده بيبقى موجود في محلات البويات، بيبقى حلو قوي. دلوقتي انا عايزه اعمل الشكل بتاع المرايه. هبدأ الاول اخد مقاس للخيط، وهتفهموا معايا الخطوات لما اخد بس المقاس ده. هاخد مقاس من الخيط علشان على اساسه هقص كمية. تابعوا معايا الخطوات هتفهموا كل حاجة بالظبط. ده المقاس اللي انا محتاجاله، فهبدأ اقصه. والخيط المكرمية احنا عارفين ان هو بيفك من بعضه وبيتفك خالص. انا هسيبه مش هعمله بالنار، انا عايزاه يفك اصلا. هبدأ اعمل بقى كمية، هقيس على الجزء اللي انا قصيته ده، واقص زي ما انتوا شايفين اهو قصيت كمية. بصوا بقى على الخطوة اللي انا هعملها. بجيب واحدة منهم من اللي انا قصيتهم دول، وهبدأ اقسمها كده مع بعض، او يعني اطبق الجزئين على بعض ويكونوا متساويين، وببدأ ادخلهم في المراية بالشكل ده. شوفوا معايا اللي جاية دي ممكن تفهموا منها اكتر. بصوا بنقسمهم مع بعض، وبدخل الدايرة اللي في النص كده، وببدأ اطلع منها الاطراف. بسيطة جدا. هعمل كل الاطار اللي عندي داير ما يدور بنفس الطريقة دي، وهي صدقوني طريقة سهلة قوي. ولو حابين نعمل شغل مكرمية حاجات تانية كتير قوي قولولي في الكومنتات، واحنا هنعمل شغل كتير للمكرمية باشكال مختلفة. ببدأ طبعا هنا اثبت كلهم لانهم ممكن يكونوا مفكوكين شوية، فانا ببدأ اثبتهم كويس في الاطار واقويهم في الاطار. وهبدأ بقى دلوقتي اقص كل افك كل الاجزاء بتاعة الخيط. انا عايزاها مفكوكة كده. بعد ما اتفكت بجيب اي فرشة عندي، وببدأ افك الخيط من بعضه زي ما انتوا شايفين كده، وهو بيتفك معايا بكل سهولة. بمسك جزء جزء كده بالراحة وببدأ افكه، لانه كمان لما بيتفك بيبقى اقوى وانشف، لان احنا عايزينه يكون ناشف شوية، مش عايزينه يكون طري ويميل يمين وشمال. اهو بعد انا ما فكيت كل الخيوط اللي عندي، بصوا بقى شكلها بقت بالشكل ده. دلوقتي بقى هلزق المراية. بضيف شمع على الاطار كده، بضيف شمع كفاية، وببدأ ألزق المراية واضغط عليها كويس. اتمنى اللي وصل معايا للجزء ده يضغط لايك، واللي اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصله كل جديد بقدمه في القناة. ودي عندي قطعة كرتون انا قصيتها بالشكل الدائري ده، وهبدأ اعمل فتحتين علشان التعليقة بتاعة المراية. ده جزء من الخيط زاد عندي، فانا هستخدمه علشان تبقى كلها بنفس اللون. اهي بقت بالشكل ده. وهلزق طبعا الجزء اللي جوه ده علشان ما تقعش معايا ويبقى التعليقة بتاعتها قوية.
هقص الزيادة، وهضيف كده قطعة كرتون كمان عشان تقويلي الجزء ده اكتر وما يفكش معايا بعد كده. هبدأ دلوقتي بقى اضيف على الكرتونة دي من الشمع، شايفين بقى شكلها ايه؟ هضيف دلوقتي من الشمع على الكرتونة كلها، وهلزقها واحاول اوسطنها كويس على المراية، وبلزقها برضو بقلب المراية وبضغط عليها علشان تلزق في الشمع كويس. عندي بقى دلوقتي غيرة، وده غيرة اوكي، ده الغيرة اللي انا بستخدمه. هاخد كده شوية منه مع مية هخففه وبقلبه كويس جدا لحد القوام ما يكون معايا سايل شوية، عايزاه ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. وهبدأ ادهن كده على المراية او على الاطراف اللي انا فكتها دي، وببدأ امشطها بالفرشة. كل جزء بدهن عليه من الغيرة ببدأ امشطه كويس بالفرشة، علشان انا مش عايزاه يبقى ملزق في بعضه كده، انا عايزة الخيوط تبقى باينة، تبقى فيه خيوط كده باينة، علشان الغيرة ده لما بينشف بيديني شكل شفاف، فانا مش عايزة يبقى مديني لون شفاف والدنيا ملزقة في بعضها، مش هتبقى حلوة ابدا. لازم كل جزء اضيف عليه من الغيرة ببدأ امشطه كويس، وضيفوا غيرة كتير مش قليل يعني، علشان تنشف معاكوا كويس وتلاقوا في النهاية الشكل احلى. بصوا اما باجي امشطها بتديني شكل احلى ازاي، وتديني شكل خطوط كده وبيبقى شكلها اجمل. هنا بعد ما نشفت معايا وقصيت اطراف منها، بس هي لسه محتاجة تتساوى اكتر. شايفين قد ايه ناشفة وحلوة، وفي نفس الوقت لون الخيط زي ما هو ما اتغيرش ابدا، وحتى اللمعة اللي فيها موجودة زي ما هي. هبدأ دلوقتي بقى اجيب المقص واسويها كويس معايا، الاجزاء اللي ما تسويتش هسويها اكتر، وهي خلاص نشفت وتتقص معاكم بكل سهولة. انا هسويها بقى دلوقتي واوريكم ان هي هتبقى عامله ازاي. بصوا بقت ثابته وحلوه، وشايفين اللي فوق كمان الخيوط ثابته وواقفه مش مايله يمين وشمال، عشان كده انا ضفت الغيره. مرحلة الغيرة دي مهمة جدا، شايفين من قريب بتلمع وجميلة جدا، ولما احنا مشطناها بقت الشكل اجمل بكتير. اتمنى لو الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم تضغطوا لايك، واللي اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصلوا كل جديد، واهم حاجة الكومنت الحلو منكم. باي.